السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ بخير؟ صحيحة الأحوال؟ كلشي مزيان؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير، في أتم الصحة وفي العافية وفي النفسية يكون مزيان بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم قولوا لي مؤمنة هاد النهار أنا وصاحبتي غاديين عند صاحبتنا دايرة عيد الميلاد، صاحبتي الأنتيم، يعني عندي صحاباتي الأنتيم كاينين الحمد لله في هذه البلاد هذه بحال خوتك، فغاديين عند وحده اللي هي كنعتبرها بحال اختي ووليداتها حتى هي بحال وليداتنا. غاديين فرحانين، حنا مفركسين ولابسين بلا ما نوريكم صاحبتي لحقاش ما زيدت درت لها غير النص بالنا غير شي شويه. المهم حنا شوف راه دايرين الظفار وما قدنا كيما كيقولوا ما قدنا حال. ملي سبحان الله حنا دابا عاد ولينا كنعرفوا بالقيمه ديال اننا نمشيو نتعرضوا. شحال هادي انا في صغري ملي كنت في المغرب كنتعرضوا بزاف، طالع لنا داكشي في الراد، ولكن كتيجينا فن. ولكن دابا عرفنا بقيمه شنو كتعرض وتمشي وترتاح، ولكن خصك تعرض وما تبقاش حنا راه كنبقاو نغليو قبل، وملي كنمشيو ما كنلقاو فينا جهد. في الصح المراه الا كانت معروضه تمتع بداك الساعه، تمتع بداك اللحظات، تلبس حويجاتها الزوينين وتمتع بانوثتها. وعلى ديك الانوثه انا درت الظفار واخا راهم ما لاصقينش مزيان الله يعطيك الصحه. طيب حنا دابا غادي نقل لكم شويه ديال اللي قدرت ليه هنا نصور، لان كاين شي ناس نقدر نزعم عليهم ونصور عندهم واخا ما نقول لهم حتى شي حاجه، واخا ما نهضرش معاهم. وكاين لا اللي ما نقدرش نصور عنده نظرا للعلاقه. حنا دابا شادين الطريق وها نتوما معانا وحنا معاكم. المهم حنا دابا قرابين نوصلوا. يلا ها نتوما مع التتمه ديال الفيديو. هي الطريق غاديين. هاد النهار راه سخون، يعني صافي الحمد لله في كندا راه ولات الشميشه، ما بقاش داك الثلج. حنا غير الثلج عندنا، غير الثلج، وداك الثلج اللي صعيب بزاف، لحقاش حنا ولينا بحال الكنديين اللي عاش سنين، ياك اللي عاش سنين هنا في كندا تيولف بالثلج. حتى حنا لما ما جاش الثلج لا حيت فيه المصلحه الثلج، ما نقدروش نقولوا لا ما يجيش كاع، حيت هو فلاحه وفيه بزاف الحوايج وفيه حتى هو رحمه. والثلج راه ربي ذكره في القران تيثلج القلوب. قال لك ياك كان هذاك الثلج هو نيتغى الماء سبحانه وتعالى، سبحان الله. المهم حنا دابا شادين الطريق غادي نوصلوا عند الصاحبه. ايوا صافي وهنا احنا ان شاء الله مبروك على بنيتها وتفرح بهم ان شاء الله. عندها جوج بنيتات هما يعني صراحه بحال كبروا مع ولادنا. الله يفرحها بهم وان شاء الله تكبرهم وتوصلهم لاعلى المراتب، هما وليدات الناس كلهم اجمعين. وهذا هو البوفيه كما كتشوفوا، دارت بوفيه. كاين هنا دجاج في الفران فيضات، كاينه بطاطا بحال مقليه، وهذه حتى هي خضيره، حتى هذه بطاطا مشرمله بشكل اخر. كاينه بسطيله ما شاء الله الحلوه، وكاين سكسو. هادو مليويات، هادو مسمن ماشي مليويات، مسمنات. هذه حتى هي بسطيله. هذه السفه ديالنا. هذا الروز. هادو الملاوي. هذا هذه سلطه، وهذه شلاضه، وهذيك شلاضه. وهذا الروز. هذا الروز كديروا واحد شهيره تبارك الله، كديروا زوين. وهادو شلاضات. هذا سكسو. هادو البريوات. يعني دارت بوفيه ما شاء الله مخلط ومشكل من كل. وهذا سكسو، وهادو الفخيضات، وهذا هو البوفيه. كيف ما شفتوا الفيديو كله داز مزيان، يعني داز كلشي مزيان، داز الحفله مزيانه، شطحنا لعبنا. صراحه ما خلينا ما درنا، كلينا، شفنا بعضياتنا وشطحنا كما قلت وردحنا، ولكن تقلبت دراما في الاخر تقلبت دراما، ما كانش لينا كاع البال. المهم منين في الاخر واخا المهم
انا بصراحه ضحكت واخا هكاك، واخا ديك الخطوره ديال الموقف. مع ذلك انا بعض المرات كتجيني الخوف، كيجيني بلا هستيريا ديال الضحك. المهم واحد بنت عمتي كانت ديما ملي كنا كنكونوا في شي موقف هذا وانا كنبقى نضحك، ما كتحملنيش، كتقول لي انت دابا الخلعه كتقلب لك ضحك. صافي ما صافي راها البحر من ورائكم والعدو امامكم، ما عندنا ما نديرو، صافي خصنا نضحكوا. المهم شنو وقع في الاخر؟ تقلبت دراما. انا كنت باغا نوريكم زعما شنو لبست صافي داكشي. المهم الدفار حيدتهم المهم حنا ملي كنا هابطين، حيت صاحبتي دارت عندها يعني الابارتمنت عندها واحد يعني بحال قلتي ابارتمنت كبيره، يعني كيستعملوا الاليفيتر، تيستعملوا سانسور المصعد. وحنا جينا استعملنا المصعد باش نهبطوا لتحت انا وصاحبتي وطبعا صحاباتنا اللي كانوا حاضرين تما. حنا دخلنا 13 بينا المصعد. هو المصعد تيهز هو هذا السنسور تيهز حتى 15 وحده. دابا هذه اللي زوينه. المهم منين دخلنا كانت معنا بنتها، هي اللي خصها تجينا معنا. جات معنا بنتها، هي اللي عندها البنت اللي عندها الكارطه ديال السنسور باش تحل وتسد. تيسكانيو بالكارطه، المهم تتسكانا بالكارطه، هي اللي كتحل وكتسد. المهم منين سكانات دخلنا، ومنين سكانات بغينا نخرجوا ايوا مبغاش السنسور يتحل. ايوا جيت شوفوا التسطاكينه قليل وناور ساعه، لان حنا جلسنا شويه عاد عيطنا لداك الامرجنسي، ماشي امرجنسي، المهم داك السيرفيس ديالهم اللي هما حاطينه نيت كتعيط لهم في السنسور. قالنا واقيلا خصكم واحد 45 دقيقه، وحنا الاكسجين راه ما كاينش. هو اش غنقول لك، شي تبات راسو شي تبت راسو مزيان، شي صافي مشالو الضوء، بقى تيبكي وشي كيبكي. المهم كانت موقف صراحه واخا هكاك لا نحسد عليه. عرفتي باش تستاك يعني باش انا مشات لي كاع العربيه باش يعني باش تبقى محبوس في داك السنسور شحال ساعه، لان قبل حنا كنا كنهضروا وعاد عرفنا بان راسنا راه ان ما كاينش حل باش نخرجوا. وعاود عيطنا ليهم وبقاو تيتسناو. عاود ثاني قالوا لنا راه مازال 45 دقيقه عاد تسناو، وحنا الاكسجين تيمشي وحنا واقفين تنتسناو. بالنسبه لي انا ما كانش عندي داك الخوف بزاف، لان اليقين في الله هو التجربه. انا اللي وتا صحاباتي بزاف اللي كانوا زعما الحمد لله مهدنين ودايرين يقونهم في الله، لان كتشوفي بصح الموت بين عينيك، لان لا داك السنسور ما تحلش. و16 الناس ولا 15 ماشي 15 هو حاطينها في اليافط الماكسيموم. فما يمكنش، راه بصح راها مساله ماشي سهله، ماشي الضحك، ولكن الانسان عاود ثاني تيقول اليقين في الله. ما عندنا ما نديروا، اليقين بالله. وصافي. وقلت اننا خصنا نسبحوا، لان كان يونس في بطن الحوت كان لو ما كان من المسبحين للبيتي الى يوم الدين. المسبحين يعني غير يسبح، غير سبحان الله، يعني ماشي شي حاجه اكثر، لان بنادم ما تيكونش ميقن شنو كندير، غير سبحان الله كافيه ومعديه. هي التسبيح تتسمى. الحمد لله. الحمد لله دازت يعني دازت ماشي سهله. عرفتي كان بحال دوك الحراقه اللي كيكونوا في الفلوكه مساكن وكيحرقوا يا اما يطيحوا في البحر يا اما يسلكوا يمشيو. فكان شعور ماشي سهل، كان بصح اتهار يعني بصح صعيب، ولكن الخير فيما اختاره الله. هاد التجربه كتفكرنا في الموت، لان الموت حنا ماشي بعيده، الموت قريبه بزاف. فهذه وكتخلي الناس تحمد الله، لان الموت هي فيها اشكال والوان. يعني كاين اللي كيموت فراش وتيقول الحمد لله، واللي كيموت سبحان الله ربي ما دارش الشهاده للناس اللي كيموتوا حرق وغرق وهكا محبوسين وردم وهذا، الا لان اللي عارف العذاب اللي كيدوز عليهم والنفسيه كي كتكون. فاحنا النفسيه ديالنا كانت سو بادلي، ماشي زعما النفسيه ماشي، والحمد لله شاتنا عمرنا ورجعنا لوليداتنا سالمين غالمين، اللهم لك الحمد. وتنتمنى ان ربي يكون
حيدنا بها شي حاجه اكثر من ذلك غادي تجي. فالحمد لله والشكر لله، دوزنا كلشي مزيان. وهاد البارت هاد النقطه ما كانتش زوينه، وبالخصوص صاحبتي مولات الصدقه اللي دارت مسكينه صدقه، هي اللي نقول بحال خافت بزاف. تنقول لها الحمد لله كلشي داز بسلام وكلشي واي اكسبيريونس بدره كتزيد في يعني كتعلم منها الانسان شي حاجه. انا هاد الاكسبيريونس علمتني ان الموت قريبه ماشي بعيده، ودائما تنقولوا الموت قريبه ولكن اقرب من حبل الوريد كما تيقولوا. فتنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، بأتم الصحه والعافيه وفي النفسيه. يلا الله يمسكم على الف خير، وما تنسوناش من اللايك والشير والبارطاج مع اصحابكم والاشتراك في القناه. وتنقول لكم يلا الله يمسكم على الف خير.